السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ لكم فيديو جديد مع أحمد ومهرة. حلقة اليوم النهاردة عن تدهيل الطير. لسه في مرحلة التدهيل. طبعا زي ما انتم عارفين، الحلقة اللي فاتت كنا بندخل في مهرة. دلوقتي لازم نقعد مع مهرة كتير، ولازم نعودها. لازم نعودها إن هي تقعد معانا كتير. لازم تتعود علينا. أكتر حاجة لازم تشوفها هي إحنا في فترة التدهيل وفترة التدريب. لازم مهرة دايما تبقى شايفانا، ولازم اكتر وقت تقعدوا معاها مش اقل من ساعتين، يعني ساعة ساعتين، بحيث ان هي تاخد عليك، تفضل قاعدة معاك طول الوقت مش شايفة حد غيرك، بحيث ان هي تبقى خلاص عرفت ان هي بقت ملكك، يعني عرفت ان انت صاحبها وراعيها الجديد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ودي مهرة. طبعا هي عايزة تطلع تقف بره، عايزة تتشمس، وهي الحمد لله هديت جدا 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 جدا. وده بقية التدريب بتاع التدهيل، لازم تقعد معاها وتشمسها. لازم يكون معاك بخاخة، انت دايما تدخل الطير تشمسه، تشمسه، تضخ عليه ميه عشان الشمس، عشان الحركة بتاعته. طبعا هي عايز تطلع تقف فوق، بس احنا مش هنسمح لها بكده. بس هنسمح لها بكده. هتبقى دايما تعودها ان هي تقف على ايدك. دايما حتة ان هي تكفخ والكلام ده كله لا، يعني هنخليها دايما تقف على ايدينا زي كده. نهديها ونقعد نحس عليها كده. كده ده انت بتديها للطير، والطير يعرف ان انت ليك شخصية قوية عليه، ان انت ما بتسيبوش يعمل اي حاجه. لازم بامرك انت ان هو يقف. مثلا عايز توقفه، لا انت اللي بتروح توقفه، لكن هو ما يروحش يعمل الحاجه دي من نفسه وانت تسيبه. هيتعود على كده، وهيفضل العاده السيئه دي دايما فيه، ان هو يسيبك ويقف بعيد. فانت لازم تتعود دايما ان انت الطير ما بيعملش حاجه غير الا لما يكون انت اللي عايز تعملها. تمام. تمام. تبدا تحس على الطير، تقعد مع الطير بتاعك اطول وقت ممكن. لازم تقعد معاه عشان يعرف ان انت دايما صاحبه، وان انت دايما اللي بتقعد معاه. فلازم يعرفك شخصيا. انا جبت النهارده دبله ومهره باسمها اهي. وجبت لها ليه بقى؟ جبنا الدبله دي عشان احنا هنبدا تدريب. الدبله دي بيبقى مكتوب عليها رقم تليفون، لا قدر الله الحبل لو اتقطع بتاع التدريب، تقدر مثلا لو حد مسكها يقدر يتواصل معاك. طبعا انا لبستها واحده، ومعايا التانيه دي كاتب عليها اسمها، والتانيه كاتب عليها اسمي. الاثنين كاتب عليهم رقم التليفون. دي مهمة جدا في بداية خطوة التدريب، عشان لا قدر الله لو حصل أي حاجة لازم دايما تحس على الطير بتاعك. طبعا مهرة هي بتفتح بقها عايزة تعضني. هي طبعا أنا ما سبتهاش تقف في البلكونة بره، بعيد عني يعني كده. هي طبعا دلوقتي متغاظة بمعنى أصح. فأنا لأ، أنا بهديها جدا وأفضل حاسس على دماغها، وأعرفها إن خلاص مفيش، إن هي تطلع تقف هناك وهي هتقف على إيدي. ما شاء الله. ما شاء الله. تقدر. لازم تقعد مع طيرك اطول وقت ممكن انت هتقعد فيه. يعني دي اهم حاجه في فتره التدهيل، لان دي اكتر حاجه هتعلم الطير ان انت صاحبه وان انت راعيه. فلازم على قد ما تقدر تقعد مع الطير وهو لسه جاي وحش. بعد كده ممكن تبرقع الطير وتسيبه باليوم واليومين ما يشوفكش، بس لما يجي تفك البرقع يكون شايفك انت وفقط، عشان يبقى عارف ان انت صاحبه، تحفظها. يعني زي مورا كده، مورا هديت خالص اهي. نبدأ ان احنا طبعا هي حرانة، نبدأ نشربها زي كده. بس هتعدلها طبعا. عدل نفسك. طبعا مبقتش خاف منها. هي الأول طبعا كانت بتخوف، لكن دلوقتي ما تخافش منها خالص. طيرك بتحفظه زي كده. ما شاء الله. هي واقفة هادية اهي. هتبقى واقفة هي، بص طول ما هي فاتحة جناحاتها كده هي واقفة للشمس. هي بتهون. ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا مورا. بس. ودي أهم خطوة في التدهيل.
ان انت تقعد مع طيرك كتير، لازم تقعد معاه، ما ينفعش ان انت تسيبه تهمله. لا، جبت طير جارح لازم تديله وقته وكفايته، يا اما ما تجيبش. فالصح ان انت تجيب لو انت جبت طير جارح ان انت تقعد معاه على قد ما تقدر. هي دايما عايزه تعض لي، ان انا طبعا ما عملتلهاش اللي هي عايزاه، هي تبقى عايزه تعض لي، لكن انا لا، بقتش خاف منها وخلاص، والطيره بطلت تعض خالص. مع على فكره الامبريال عنيد جدا في الضرب والعض والكلام ده كله، لازم تحس على الطير، لازم تاخد خطوه ان انت تمسك رجل الطير زي كده، يبدا ان هو خلاص يديك الامان، ما يضربكش برجليه، عارف ان هو مش عارف يعمل لك حاجه، الكلام ده كله تبدا تحس عليه كده، هو تبدا تحس على جسمه كله، الكلام ده كله. فاهمين؟ ولازم، هو بص، هي ضربت دلوقتي برجليها، عايز تضرب تاني، يعني هي زي ما انت شفت كده، قاعد تضرب برجليها والكلام ده كله. لازم تحسس على رجل الطير، تبدا ان انت خلاص عرفت ان هي مش هتعمل لك حاجه، مش هتعرف تعمل لك حاجه. لازم دايما تعود الطير ان انت ما بتخافش منه، زي ما انتم شايفين كده، هي عايزه تضربني عشان عايزه تقف على البلكونه. ما شاء الله، ما شاء الله. شوف هي حتى نفشت جسمها ازاي، قامت نفسها، ما شاء الله. طبعا هي كده مستمتعه في الشمس، وهاديه جدا في الشمس، زي ما انتم شايفين. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. بس كده هي هديت. بس، وزي ما انتم شايفين كده، لازم تقعد مع طيرك على قد وقت، وحتى لو هو حاول يعض سيب له ايدك. اه، شوف هو حاول يخبطني برجليه، تروح ماسك رجليه زي كده، تروح تديله صوابع. لازم دايما ما تردش العدوان بعدوان عشان الطير ما يكررش الخصلة تاني. لكن لو وريت له ان انت مش خايف منه، حتى لو هو ضربك انت مش خايف منه، هو بعد كده هيفهم ان انت خلاص انت المسيطر عليه. واستنوني في حلقة جديدة مع مهرة، وبإذن الله نتفرج على مهرة في بداية الدعو ليها. لكن احنا طبعا لسه بندهل في الطير لسه ما خدش على الناس، فلسه لسه في حلقات جاية كتير ان انت تتفرج على الطير في وسط الناس. هيفرق جدا مع الطير لما تقعدوا في وسط الناس ونتعرف على الناس كلها. فاستنوني في حلقة جديدة، ما تنساش الاشتراك واللايك والسبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد في عالم الجوارح. ان شاء الله نتفرج على المهرة الموسم ده وهي مفكوكة، فانتظروني.